يعني الاشعاعات والام ار اي والسي تي والحاجات دي النتائج بتاعتها نبعتها لهم، هم يردوا علينا بالتشخيص اللي هم شايفينه. اذا توافق مع الناس بتوعنا يبقى كويس، ان كان في خلاف يبقى يجب ان يتعاد النظر في هذا الكلام، وبالتالي كل ده مصلحه المريض. يعني يشمل التعاون في استيراد احدث الاجهزه من لا هم مش بتوع اجهزه، هم احنا هنشوف الاجهزه عندهم، ولو لقينا حاجه هتفيدنا في مصر هنجيب زيها ان شاء الله. يعني هو هيدلنا على احدث ما عنده، واحنا لو اتعلمنا منها حاجه ان دي حاجه مفيده نعملها. طب ممكن الفقير يستفاد من حاجه زي كده؟ مين؟ ممكن الفقير يستفاد من حاجه زي كده؟ طبعا هيستفيد. مش احسن ما يسافر المانيا هو ما عندوش قدره، يبقى يجي له الدكتور لحد هنا يعالجه. عارفين هل هم محتاجين العمليه ولا لا، وبعدين هل محتاجين العمليه في مصر ولا يطلعوا بره مصر. فالميزه هنا ان انت عندك الخبره الخارجيه، وده حاجه عظيمه. عندهم 12500 موظف، دكتور وناس وممرضين، فدي جامعه عالميه، مستشفى كبير جدا. مصلحه مصر هتستفيد انه هناخد منهم هذه الخبرات بمنتهى البساطه، نتيجه ان هم عايزين يتعاونوا معانا. وانا بحمد ربنا ان احنا نجحنا نوصل لهذا التعاون في هذا الوقت. طب هل حضرتك هيكون في تخصصات جديده ستضاف ان شاء الله؟ طبعا، ما احنا بنقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فكل ما هنلاقي حاجه هم يقدروا يساعدونا فيها ويقوموها لنا هنحتاج لهم، هنروح لهم، هم مستعدين يتعاونوا معانا في كل حاجه. طب ماذا عن طبعا في كثير من المرضى هنا في مصر ما بيكونش معاهم القدره الماديه على العلاج، هل من ضمن هذا بتكون مثلا رؤيه حضرتك؟ احنا بنجيب اساتذه من هناك بيعملوا عمليات وبيعملوا تشخيص للناس، فهيوفروا عليهم السفر للخارج ويساعدوهم بالتشخيص الصح. خلي بالك ان في جزء كبير من المصايب اللي عندنا في المجال الطبي بتكون نتيجه تشخيص خطا، فاحنا هنتجنب هذا ان احنا نوصل للتشخيص المظبوط اللي المفروض يطلع، وربنا يعيننا عليه. طب احب اسمع من حضرتك كلمه اخيره للشعب المصري طبعا بخصوص الحاله الطبيه او تطوير الحاله الطبيه في مصر. ان احنا ان شاء الله سوف نسعى لتحسين الموقف رويدا رويدا. انا ما اقدرش اقول ان انا عندي الحل لكل حاجه، انما انا ببذل مجهود على قدر طاقتي ان انا اعمل حاجه مفيده للناس. ربنا يوفقك.